هيحصل ايه لو عملنا زبادي سحور بس بالقهوه؟ احنا قلنا ان رمضان داخل، هنبتدي بقى ايه نهرش من قله القهوه، وفي نفس الوقت انت لو خدت من الزبادي ده جرعه كافيين في السحور هتلحق تنام قبل ما يشتغل في جسمك، فتصحى الصبح تلاقي ايه شويه كافيين تستر بيهم نفسك. فبدانا على طول بكيلو لبن بلدي، غليناه وسيبناه يبرد شويه لحد ما يبقى دافي بس ما يبردش للاخر. بعدين دوبنا فيه علبه زبادي وقلبناهم كويس مع بعض، ونزلنا عليهم ب3 شوت اسبريسو وقلبناهم كويس جدا، وبدانا نوزعهم في مكنه الزبادي بتاع التورنيدو. فبدانا نملى الكوبايات اللي جوده الازاز بتاعهم كويس جدا، حجمهم كبير كمان، كل واحده بتاخد 200 مللي، وكمان عشان بقهم واسع بيتملوا بسهوله قوي. واحنا شغالين كده قلنا نعمل تجويده كمان، وعملنا فليفر موكا، فحطينا في الكوبايات الشوكليت صوص عليهم خليط الزبادي بالقهوه. قفلنا الجهاز وادينا له 4 ساعات من الشاشه الديجيتال، واللي تقدر تقلل وتنقص منها المده براحتك، والجهاز لما خلص في الاخر عمل صوت عشان ينبهنا. طيب هو اللي بالقهوه ده انت مجرد بس ما بتفتح البرطمان في ريحه كابوتشينو بتضرب فجاه. الطعم بقى ايه؟ انت عندك نكهه قهوه قويه بس معاها حلاوه طعم الزبادي، اللي هو طعم لبن كده دسم وحلو مع القوام الكريمي ده بتاع الزبادي اللي هو بيدوب في بقك على طول. فده بصراحه اختراع يكيفك جدا على السحور ولحد بكره. اللي بالشوكولاته بقى مختلف، لان هو نكهه الشوكولاته كانت اقوى حاجه فيه، يعني جت على حساب القهوه ومسكر سنه، فالناس اللي بتحب الزبادي ابو سكر هيحبوه قوي. فانا بصراحه حبيت اللي بالقهوه اكتر، بس لو انت من عشاق الموكا اللي ما بيقدروش يستغنوا عنها هتتبسط بده قوي.